يلا مع بعضينا يا حبايبي نعمل القلب الجميل ده بمناسبة عيد الحب. كل سنة وانتم طيبين، ومنستناش هدية من حد بقى، احنا ندلع نفسنا. جبت طوق على شكل قلب، وجبت له خيط سلسلة او اي خيط، مثلا ممكن خيط كردون. ده سلسلة فيه بوليستر يعني، او هو بوليستر. لو قطن كمان يدي شكل اجمل كمان من كده. بس ده اللي كان متاح قدامي. لفيت الخيط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على القلب كله، وبعدين عملت وحدات من الورود، لفتها عليه داير على طول كده اهوت. طبعا لازق بالشمع، وسايبة واحدة فاضية علشان أوريكم أنا عملت الوحدة نفسها ازاي بتاعت الورد. جبت 5 فتلات. طول الفتلة فيهم مترين، بسيب حتة بره كده في حدود 40 سنتي. وبعدين بشبكها زي ما انتوا شايفين كده بالدبوس، عشان هو اللي هيمسك معانا الفتلة. بننزل الفتلة اللي من فوق ونلفها لفتين على بعض، وناخد الجنب التاني بنلفه برضو فتلتين لفتين كده على بعض. تمام. وبعدين بنقوم جايبين الفتلة اللي بعد منها، حاطينها في النص كده من تحت، وبرضو بنستعين بالدبوس علشان خاطر ايه، تمسك ما تهربش مننا. في بوردة مكرمية موجودة في السوق، او لو عندك بوردة بتاعت السباحة مثلا، اي حاجة تمسك الدبوس. بناخد الفتلة اللي من فوق، لازم نحضنها كده على تحت ونلف عليها لفة ولفة كمان، عشان تعمل ايه عقدة ما تفكش. ناخدهم كده نجمعهم فتلة فتلة، ونعمل الوحدات اللي بالطول دي زي عواميد كده من الجنبين اهو. نضم بقى اللي في النص دول، ونقوم جايبين الفتلة اللي بعد منها، اخدين الجنب ده. الجنب ده قصير لان مش هنحتاجه. عايز تقسمي بالنص هتطولي طبعا في الخيط، لكن انا ايه مش بحتاج الجنب اللي في الشمال ده خالص. باجي اليمين اهو، الف لفة في لفة، وانزل من فوق دول اجمعهم عشان يدينا الراس بتاع الورقة بتاعت الوردة. لازم اجيب اللي فوق هي اللي احضنها كده واشتغل عليها عشان تضم لغاية ما بوصل اللي في النص. بسيب الجنب ده وبروح للجنب ده، اجيب اللي فوق برضو كده واشتغل عليها عشان تلم. خلاص. اجيب الفتلة اللي ناقصة واقوم حطها برضو بنفس الطريقة، لفة في لفة. مسكتها كده بالدبوس عشان ما تهربش مننا، واشد بقى، واقوم جايبة الجنب التاني واضمها على بعض بالشكل ده كده. فاضل لنا لسه واحدة كمان. انا عاملاهم 4 مويد. ممكن تعمليهم 3 تطلع الوردة اصغر، تعمليهم اكتر من العدد اللي انا عاملاه تطلع الوردة اكبر، براحتك. ادي اخر صف. لازم بقى اعدي ان الصفين يكونوا زي بعض، اليمين والشمال يكونوا يعني نفس العدد. خلاص. الجنب كده خلاص. اخد الفتلة اللي هي نازلة اللي كنا سايبينها تحت دي، بنلف بيها على فوق، ونفس اللي عملناه واحنا نازلين كده نعمله على الطالع بقى. على الطالع كده لفة في لفة. الدبابيس مهمة جدا عشان ما تقعدش الوردة تتحرك معاكي كتير. بسيب اول فتلة من هنا، وباخد اللي بعدها ارفعها لفوق واشتغل عليها، اجمعهم عليها. طالعين احنا كده بتاني صف. نسيب اللي بعدها كمان، ونقوم طالعين لفة في لفة، ناخد الفتلة اللي بعدها. كان كده معانا 3، فاضل لنا واحدة. مش هنسيب بقى هنا، هنا عشان راس الايه الورقة من فوق ما تبقاش رفيعة. جمعنا كده اهوت. خلاص. ننزل بقى ونعكس، ننزل على تحت، يبقى هنا طالع وهنا نازل، عشان يعمل نفس الحركة اللي هي في الورقة التانية. لازم الدبوس يبقى في الراس كده من فوق عشان تدي البوس. نجمع بقى عادي اللي كنا سايبينها،
نقوم لمينها ونقفل، ننزل بالصف اللي بعده نفس اللي عملناه في الورقة التانية، بنرجع نعيده وهكذا لغاية ما نخلص العدد بتاعنا. يطلع معاكي 5 ورقات كده، يطلع 6 براحتك. انا طلعوا معايا 5 بس انا ضماها عشان ايه تقلب شوية كده، تدي الشكل اللي شايفينه ده مغوط شوية. وجبت خيط محلول لونين ابيض وبيج كده، ضمتهم على بعض، قصيت حوالي 4 سنتي وربطتهم من النص وتنيتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تنضفيه طبعا بالمقص، ايه تظبطي الزيادات، وتقومي حاطاه في النص كده اهوت بايه، بشمع. شمع مهم جدا في البيت، المسدس ده بصراحة حاجة رئيسية، طلع منه شغل كتير. وادي شكله لما خلص حطيت فيه كله تمام. انا كان عندي قلب بقى انا عاملاه اضافة كده بس ما عملتوش في الفيديو، هبقى بعد كده اعمل لكم فيديو بيه. ركبته في نص القلب، شكله كان ادى جمال اكتر يعني. هو كده القلب شكله شيك وجميل اهو قدام حضراتكم. لو عايزه تضيفي بقى وتحطي القلب الزياده اللي انا عاملاه، ان شاء الله هبقى اعمله في فيديو تاني واوريه لحضراتكم. وكل سنه وانتم طيبين.